السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي بات اولا المقارونيه. غنحضروها ان شاء الله بالكفته، سهله وسريعه دغيا كتوجد، وكتجي معلكه ولذيذه ورائعه في المذاق ديالها. فخليكم معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو وطريقه التحضير. قبل ما نبداو دائما ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقكم، واللي ما مشتركش في الحساب ديالي توابل المغربيه يشترك فيه. فهنا خديت الاناء اللي غادي نسلق فيه المقارونيه ديالي، درت فيه الماء وخليته حتى بدا كيسخن. دابا غنضيف ليه كميه من الملحه. بالنسبه لي انا ما كنضيفش الزيت في الماء ديال المقارونيه، كندير غير الملحه بوحدها. غادي نضيف هنايا زلافه من المقارونيه المجعبه، غنستعمل هذه النوعيه وغادي نخليها تسلق. في هذا الاثناء غندوزو باش نوجدو لاصوص. فعندي هنايا في مقله اللي تكون ما كتلصقش ناخذ هنا علبه من لاصوص ديال مطيشه. غنستعمل هذه النوعيه. بالنسبه للعلبه راه غير العلبه الصغيره اللي غادي نستعمل. ممكن تعوضوها بجوج حبات من مطيشه اللي تحكوهم يكونوا طايبين شويه، يعني ما يكونش فيهم الحموضه. غادي نطلقها هنا بربع كاس من الماء تقريبا. غادي نبدا نضيف التوابل. غادي نضيف هنا تقريبا 4 معالق من الابزار، راس المعلقه من الخرقوم، يعني ما تكثروش الخرقوم. وغادي نضيف كذلك راس المعلقه من سكينجبير. عندي معلقه صغيره عامره مزيان من التحميره. وغادي نضيف معاهم شويه د الملحه، تقريبا نص معلقه صغيره. غنضيف هنايا شويه ديال بودره الثومه، ممكن تعوضوها بجوج فصوص من الثومه اللي تحكوهم. انا غنستعمل غير بودره الثوم، تقريبا نص ملعقه صغيره. غنضيف كذلك 3 المعالق كبار من الزيت، غنستعمل غير زيت نباتي. غادي نخلط المكونات مزيان وغادي نخلي لاصوص ديالنا حتى تبدا تغلي. بعد ما بدات كتغلي لينا لاصوص كيف كتشوفوا، دابا غادي نضيف الكفته. بالنسبه للكفته انا غنستعمل تقريبا هنا 100 غرام، يعني هي كميه قليله. انا غنستعمل الكفته ديال البقر، ممكن تستعملوا ديال لا داند، اولا ممكن تستعملوا طريفات ديال الدجاج اولا الطون، على حسب اللي متوفر ليكم. بالنسبه للحوم يعني تستعملوا اللي متوفر عندكم. وغادي نبدا نخدم الكفته ديالي بهذه الطريقه باش ما تطيبش لينا مجموعه، يعني تفتت لينا في المقله. فهنا الكفته بدا كيدخلها الطياب. دابا غنضيف ليها شويه من الماء ديال لي بات اولا ديال المقارونيه، هكا باش كطيب فيه كتجي معلكه، وداك النشا كيعطيها واحد شويه ديال الثقل. كتجي لاصوص ديالنا ثقيله وشاده في راسها، ما كتجيش خفيفه. غنضيف هنا كميه وغادي نخليها طيب فيها الكفته. هنا المقارونيه ديالنا طابت ولاصوص ديال الكفته حتى هي طابت. دابا غنبدا نصفي المقارونيه ونحطها في لاصوص هكا باش كتدخلها لاصوص مزيان وكتشرب التوابل، ما كتجيناش باسله. كتجينا لاصوص كتجينا المقارونيه ديالنا كتجينا بنينه وداخلها لاصوص مزيان. غادي نبقى نخلط المقارونيه ديالي بهذه الطريقه حتى تشرب لينا السوائل كاملين وتشرب لينا هذيك لاصوص. هنا كيف كتشوفوا المقارونيه تشربت لاصوص كامله وتقلت لينا لاصوص ديالها. دابا غنضيف كميه من الموتزاريلا، ممكن تضيفوا اي نوع ديال الفرماج عندكم اولا ممكن تستغنوا على هذه المرحله، ولكن كتعطي واحد التعليكه زوينه لي بات. غادي نخلط هنا تخليطه خفيفه، يعني تحريكه خفيفه، غير تذوب لينا الموتزاريلا صافي غنطفي عليها. شوفوا لي التعليكه اللي كيعطي الفرماج لهاد المقارونيه، كيف كتشوفوا كتجي زوينه في المنظر ديالها، وكذلك المذاق كيجي زوين بزاف. وهادو هما لي بات ديالنا بعد ما طابوا كيف كتشوفوا كيجيو معلكين. بالنسبه للنوعيه ديال لي بات ممكن تستعملوا اي نوعيه عندكم. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم، واللي ما مشتركش في الحساب ديالي توابل المغربيه يشترك فيه. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.